لويس قصاب، راع لا ينام وحارس أمين لبغداد. في صباح 6 من تشرين الأول عام 1935 ولد الخراسقف لويس قصاب في قراقوش بغداد، وكأن السماء أهدت البلدة قلباً نابضاً بالإيمان منذ نعومة أظفاره. مثل ما عاهدنا أبونا قبل 10 سنوات وقلنا له أبونا أنه راح نرجعك إلى بغدادة، والحمد لله اليوم تحقق بهمة الطيبين. شكراً لعائلته الكريمة اللي كانت أمينة جداً لتنفيذ وصيته، واليوم عاد الفارس إلى مدينته. برعاية راعينا الجليل مار بنديكتوس يونان حنو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، وبالتنسيق مع سيادة المطران مار نثنائيل نزار عتشم مطران أبرشية حدياب للسريان الكاثوليك، ومشاركة الأساقفة الأجلاء القادمين من بغداد المطران يوسف عبا، ومن البصرة المطران فراس دردر، ومن الموصل المطران ميخائيل نجيب. تم نقل جثمان عمنا المرحوم الخراسقف لويس قصاب من مدفنه في كنيسة سلطانة السلام في عنكاوة إلى مثواه الأخير حسب الوصية المكتوبة، والمتوفي بتاريخ 10/9/2015 أثناء فترة الإرهاب الداعشي والتهجير القسري. وانطلق الموكب من كنيسة سلطانة السلام في عنكاوة إلى مسقط رأسه إلى المدينة التي أحبها وأحبته بغداد قراقوش، وكان في استقباله أحبته في موكب مهيب طاف شوارع المدينة مع دقات أجراس كنائسها، ومن ثم تمت صلاة التشمشت الخاصة بالكهنة في كنيسة الطاهرة الكبرى، وبعدها توجه الموكب إلى مقبرة القيامة إلى مثواه الأخير بحضور غفير من أبناء البلدة والأحباء من سهل نينوى والمناطق المجاورة الأخرى. فبالنيابة عن العائلة والأهل نقدم شكرنا وتقديرنا للجميع من أساقفة وخوارنا وكهنة ورهبان وراهبات وجميع المؤمنين والحراسات في عنكاوة وسهل نينوى والمسؤولين في المنطقة وإدارة قاعة عشتار قصر حالياً على ما قدموه من حب وتقدير للمرحوم وتاريخه